الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتحدث اليوم عن موضوع بالغ الأهمية وهو حفظ النعم. نحمد الله حمدا كثيرا الذي وهبنا النعم واهب الفضل والمئن، نحمده على أفضاله وعلى نواله، ونحمده على أجزاله. نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حيث تعتبر من أعظم نعم الله على الإنسان أن خلق الإنسان في أحسن هيئة وصوره في أحسن صورة، وهذا لكي يعبد الله خير عباده. ومن أهم وأبسط الأشياء التي يقوم بها الإنسان أن يقوم الإنسان بشكر الله على هذه النعم، ولا بد للإنسان أن يطلب الكثير من الله من النعم، وإن الله تعالى يحفظ النعم بالشكر. فالسعادة رزق، والزوجة الصالحة رزق، والأولاد رزق، والبصر رزق، ونعم كثيرة غيرها وهبها عز وجل للإنسان، فيجب علينا شكر الله على هذه النعم. والشكر لا يدور باللسان فقط بل بالقلب، ويكون قبل اللسان. والآن مع فقرة القرآن الكريم والطالبة خديجة حسام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صدق الله العظيم. ورد عدد من الأحاديث التي تفيد بضرورة حمد الله سبحانه وتعالى على النعمة. والآن مع فقرة الحديث الشريف والطالبة زينب رفعت. حديث شريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ الحكمة من أفواه الحكماء لعلها تكون دواء لكل داء. والآن مع الحكمة طالبة جنات سيد. حكمة اليوم النعم تحفظ بالشكر وتزول بالكفر. ومثالا على ذلك: إذا كان لديك صحة جيدة وشكرت الله عليها واستخدمتها في طاعة الله فإنها ستبقى معك. إذا كان لديك مال وشكرت الله عليه واستخدمته في شراء ما يحتاجه الإنسان والتصدق على الفقراء والمحتاجين فإنه سيبقى معك. والآن مع الكلمة والطالبة إسراء محمد. كلمة عن حفظ النعم. حفظ النعم هو شكر الله تعالى على ما أنعم به علينا واستخدامها بالشكل الصحيح. يجب علينا أن نحفظ النعم التي أنعم بها الله علينا مثل الصحة والمال والأهل والأصدقاء. يجب علينا أن نستخدم هذه النعم في طاعة الله تعالى وفي خدمة الآخرين. والآن نستمع إلى قصة ممتعة عن حفظ النعم يقدمها لنا الطالبة جنة أنور. قصة اليوم: كان هناك رجل فقير وكان يمتلك قطعة أرض صغيرة وكان يزرع فيها ما يكفيه للعيش. ولكن في يوم من الأيام جاء رجل غني واشترى منه الأرض، فأصبح الرجل الفقير يعمل عند الرجل الغني وكان يرى كيف يهدر الرجل الغني النعم التي أنعم به الله عليه. فتعلم الرجل الغني درسا هاما وهو أن حفظ النعم هو شكر الله تعالى على ما أنعم به علينا. والآن مع المعلومة والطالبة أميرة رمضان. هل تعلم أن حفظ النعم هي شكر الله تعالى على ما أنعم به علينا واستخدامها بالشكل الصحيح؟ هل تعلم أن النعم هي هبة من الله تعالى وهي تستحق الشكر والحمد؟ هل تعلم أن حفظ النعم يجعلنا أكثر سعادة ورضا في حياتنا؟ هل تعلم أن الشكر والحمد من عبادات المحبة إلى الله تعالى؟
والآن نرفع أيدينا بالدعاء إلى الله. يدعو لنا الطالب حبيب ياسين. اللهم إني أسألك أن تحفظ علينا نعمك وأن تزيدنا منها. اللهم أن تجعلنا من الشاكرين الحامدين. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إني أسألك أن تجعلنا من الذين يحفظون نعمك ويشكرونك عليها ويستخدمونها في طاعتك. وكما بدأنا بالقرآن نختم به أيضا، والآن مع القرآن الكريم والطالبة إسراء أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن أعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. وفي نهاية فقراتنا الإذاعية لهذا اليوم يجب التأكد على أهمية شكر النعمة وتأثيرها في حفظ نعم الله علينا وتأثيرها في قبول الله تعالى لنا في جميع الأوقات، وأنها من أهم أسباب بقاء النعم وعدم زوالها. وختاما نحمد الله كثيرا على كل نعمه العظيمة التي وهبنا إياها، ونأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه الفقرات، ونشكركم على حسن استماعكم. على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. فيها السماء عالي والوطن في قلبي غالي. يا طالب مصر حي علم بلادك بحبك وفؤادك بترطيل النشيد مستشهدين قالين الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تحيا جمهورية مصر العربية تحيا جمهورية مصر العربية تحيا جمهورية مصر العربية.